لاعبون ندموا على اختيارهم للمنتخب الفرنسي. اللاعب الأول نبيل فقير. كان نبيل فقير لاعبا جيدا ومن أحسن المواهب في أوروبا عام 2015، وهذا ما جعل المنتخب الفرنسي يدخل في صراع مع المنتخب الجزائري من أجل ضمه. وبعد هذا الصراع الطويل نجح المنتخب الفرنسي في أن يقنع نبيل فقير باختيار المنتخب الفرنسي، لكن بعد عام واحد أصبح نبيل فقير خيارا ثانيا للمنتخب الفرنسي، ينزل مستواه ويخرج من حسابات المنتخب الفرنسي. اللاعب الثاني حاتم بن عرفة. كان حاتم بن عرفة حلم كل الأندية الأوروبية، حيث كان لاعبا مميزا وتنبأ له الجميع بالنجاح. يدخل المنتخب التونسي والفرنسي في صراع من أجل إقناع اللاعب باللعب معهم، وفي الأخير نجح المنتخب الفرنسي في إقناع بن عرفة، لكن بعد ذلك تعرض بن عرفة للتهميش من طرف المنتخب الفرنسي لينزل مستواه ولم يستدعى بعد ذلك الحين. اللاعب الثالث كريم بنزيما. قضية كريم بنزيما هي الأشهر على الإطلاق، حيث كان كريم بنزيما حاسما منذ المرة الأولى في قراره بتمثيل المنتخب الفرنسي على حساب المنتخب الجزائري، لكن بعد سنوات كان فيها بنزيما هو النجم الأول للمنتخب الفرنسي تعرض لمؤامرة كبيرة جعلته يطرد من المنتخب الفرنسي.